انت كإديتور او مصور فيديو او فيلم ميكر لازم تبقى فاهم اللي انت بتعمله ده هيتعرض على ايه نوع الشاشة اللي هيتعرض عليها، ايه نوع الوسيط او الجهاز اللي هيتعرض عليه. عندك الموبايلات، شاشات التلفزيون او شاشات السينما، دي الحاجات الواضحة او الباينة قوي. فخلينا نتكلم عن انواع الشاشات اللي انت محتاج تبقى عارف انت هتشتغل على البروجكت بتاعك على انهي شاشة عشان خاطر تظبط الاديتنج والسيتنجز بتاعتك على الشاشات دي. اول حاجه عندي لازم اعرفها ايه هو البلاتفورم اللي انا هشتغل عليه. عندي مثلا على سبيل المثال تيك توك، انستجرام، يوتيوب، دي كلها بلاتفورمز مختلفه. لو انا هشتغل مثلا انستجرام وتيك توك وفيسبوك لازم ابقى عامل حسابي على مجموعه حاجات. اول حاجه محتاج اعمل حسابي على الكولر سبيس، لازم اعمل حسابي على ان الفيديو البيت ريت بتاعه ما يبقاش عالي عشان ما يبقاش تقيل ويبقى خفيف على الانترنت، انه يتلقط بسرعه ويتفتح بسرعه ويتشاف بسرعه. لازم اخد بالي برضو من مستوى الصوت، لان عاده اللي هيتفرج على انستجرام او تيك توك او فيسبوك هيبقى ماسك الموبايل، فمستوى الصوت في الموبايل بيختلف. لازم اخد بالي كمان من السيف زون بتاعي، ان ما يبقاش في حاجات مهمه في الاماكن اللي فيها لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وعنوان الفيديو ومحمد محسن ديفلوبمنت فولو في مربع او فولوينج في مربع وتحتيها. لازم اخد بالي من الحاجات دي كلها. فوق خالص هتلاقي مكتوب كلمه ريلز، فيديوز، فريندز، ايا يكن بيبقى مكتوب في ايه على حسب الابلكيشن. لازم اخد بالي من الحاجات دي عشان خاطر مثلا لو انا بحط في الفيديو بتاعي تكست، وده لازم تحطه في الفيديوهات اللي فيها كلام على السوشيال ميديا او الشورتس او الريلز، عشان خاطر عاده اللي بيبقى ماسك موبايله وبيقلب في ريلز ما بيبقاش معلي الصوت قوي، او مش بيبقى لابس سماعات مخصوص عشان خاطر يتفرج على الريلز، فاحيانا بيبقى عايز والصوت واطي بتاع الموبايل وهو قاعد في اي مكان انه يقرا التكست، الكابشنز اللي بتتقال مع الشخص اللي بيتكلم. فده مهم جدا. لازم اخد بالي ان الكابشنز دي ما بتقطعش مع السيف زون، ما بتخرجش بره تخبط في لايك او كومنت فتضايق اللي بيتفرج انه مش عارف يقرا الكلام او يشوف الصوره او الايكون اللي انت بتحطها. كمان برضو لازم تاخد بالك من الاسبكت ريشيو، اللي هو الريشيو ما بين الطول والعرض، اللي هو في العادي بيبقى 16 ل 9. لما بنقلب نبقى بالطول فبيبقى 9 ل 16. برضو بناخد بالنا ان احنا لو بنعمل فيديوهات سوشيال ميديا بتاعه تيك توك وانستجرام ان تكون هي فيها ستوري تيلينج سريع، قطات سريعه، المعلومه لازم تبقى سريعه، ما ينفعش يبقى فيها بطء وهدوء واستقرار، الا لو انا بعمل حاجه اكسبشنال بقى، وبعمل حاجه اكسبيرمنتال كده اللي هو تجربه يعني، او حاجه انا عايز اوري حاجه ببطء مثلا. ولكن عادة بتبقى الحاجات السوشيال ميديا السريعة عشان خاطر الاتنشن سبان بتاع الكوكب اتضرب، فلازم يبقى الموضوع يبقى اسرع والمعلومة توصل اسرع. حتى الاعلانات هتلاقيها ابتدت ان هي اللي بتطلع على السوشيال ميديا ابتدت ان هي توصل المعلومة بسرعة قوي. هتلاقي الناس بتتكلم بسرعة، عايز يوصل المعلومة بسرعة، عايز يلحق يقولك الاعلان ده معمول ليه عشان خاطر انت تشتري قبل ما صباعك يزق السكرول ويطلع لفوق. لازم اعرف انا سوشيال ميديا ولا تلفزيون ولا سينما، لان التلفزيون برضو ليه كواليتي للتفاصيل بتاعته. لازم اعرف هل هيتعرض على انهي قناة، فكل قناة ليها السيتنجز بتاعتها. عادة بيبقى فيه نوعين من السيتنجز، فالقنوات بتقولك او المفروض تبقى عامل انت سيرش عن الحاجة اللي انت هتحطها على التلفزيون دي تطلع بانهي سيتنجز عشان خاطر تبقى مناسبة لان هي تتعرض على التلفزيون. السينما كذلك، السينما ليها برضو سيتنجز خاصة بيها، لان زي ما انت عارف الشاشة ضخمة، لو انت هتطلع اي ماكس ولا انت هتطلع 8K ولا انت هتطلع سينما عادية ولا هتطلع ايه، وحتى الصوت هتطلع ستيريو ولا هتطلع، كل دي حاجات لازم تبقى انت عارفها لو انت هتشتغل على فيديوز سواء اديتور او فيديوجرافر. تاني حاجة لازم تكون عارفها هي المقاس بتاع الفيديو. لو انا هشتغل سوشيال ميديا فانا بعرف هشتغل 4K ولا 1080، لو انا هشتغل سينما لازم ابقى عارف 4K ولا 8K ولا 7K ولا 6K ولا 12K ولا ايا يكن الكي اللي انت طالع له. لازم برضو الريشيوز بتاعت الشاشات الموبايل الريشيو بتاعها كذا، شاشات التلفزيون ليها ريشيو كذا، شاشات السينما بيبقى ليها ريشيوز مختلفة. لو انت تعرض على شاشات تلفزيون فشاشات التلفزيون بتكون OLED او LED او LCD او AMOLED او QLED او ايا يكن الحاجات دي كلها، دي بتبقى الالوان فيها درجة التشبع بتاعتها عالية جدا. فتاخد بالك وانت بتلون ما تعملش الساتوريشن بتاعك عالي عشان ما تطلعش الالوان فاقعة جدا في التلفزيون. على العكس الناحية التانية، لو انت مثلا الفيديو بتاعك ده بيتعرض على البروجيكتور ده بيتعرض على قماشة بيضة او حيطة بيضة، فالعادة اللون الاسود
بيبقى باهت شويه، فانت محتاج تعلي الكونتراست شويه عشان خاطر لو بتعرض بروجيكتور يبقى باين اكتر. لو بتعرض سينما فطبعا لازم تشوف السيتنجز بتاعت الوان السينما دي، هتطلع بروريز بقى، تطلع ريكس 709، تطلع ايا يكن هتطلع ايه، لازم تكون انت عامل حسابك على ده. بالنسبه للصوت انا لازم برضه اعرف لو انا الحاجه دي على الموبايل فانا لازم ابقى في الفريكونسي المد مهمه بالنسبه لي، ما ينفعش يبقى عندي بيز عالي لان كده الموبايلات ما بقاش فيها بيز عالي. لازم اركز على وضوح الصوت، فاعلي الهاي في الفوليوم، عندك اللو والميد والهاي، فانا اعلي الهاي شويه عشان خاطر الصوت بتاع البني ادم يبقى باين، ووطي صوت المزيكا. لو انا حاطط ميوزك في الباك جراوند لازم اديلها روم في الفوكلز عشان الفوكلز تبقى واضحه، المزيكا ما ينفعش تبقى اعلى، المزيكا مش هي العامل الاساسي. هناك في الفيلم في السينما لو انت المشهد بتاعك المزيكا هي البطل او المزيكا هي اللي بتعبر عن المشاعر، فمحتاج المزيكا تعملها ماسترنج مناسب لسماعات السينما، ايه اللي جاي من اليمين وايه اللي جاي من الشمال وايه اللي جاي من ورا وايه اللي جاي من قدام. طبعا دي بتحتاج لو انت هتشتغل فعلا سينما مهندس صوت شاطر يعمل حاجه زي كده. نيجي لحته مهمه جدا الا وهي الاكسبورت والكودك. الاكسبورت لو انا هطلع حاجه سوشيال ميديا لازم اطلعها اتش 264 او اتش 265 لان هي بتبقى خفيفه سريعه، سهل جدا ان انت تعمل لها ابلود وداونلود، سهله. انت محتاج تسكرول تشوف فيديو مدته دقيقه، فمش محتاج تطلعه بكودك مختلف عن الاثنين دول. لو انت هتطلع حاجه سينما فبتبقى طبعا على حسب السينما، في عندك الدي سي بي وعندك البروريز، دي بتبقى ملفات ضخمه جدا ونقيه جدا عشان طبعا الشاشه ضخمه جدا. فالشاشه ضخمه جدا دي انت لو هتعرض حاجه عليها ب اتش 264 او 265 بتاع السوشيال ميديا فانت هتشوف الدنيا مبهدله خالص، فلازم تاخد بالك من حاجه زي كده. انت هتعرض على انهي شاشه؟ لو هتعرض على شاشه تلفزيون هم بيقولوا لك على حسب القناه في البروريز وفي الام بي جي 2 والام بي جي 4، فانا مش عارف بالظبط لان انا ما اشتغلتش حاجه تلفزيون قبل كده، ولكن لو انت هتشتغل حاجه تلفزيون اعمل سيرش كويس على الحاجه اللي انت هتطلعها دي هتطلع على التلفزيون شكلها عامل ازاي. على حسب برضو البلاتفورم اللي هيتعرض عليه الفيديو بتاعك لازم تهتم بتجربه المشاهد. يعني لو هو سوشيال ميديا فانت لازم توصل المعلومه بسرعه، لازم تديله كابشنز، لازم توضح صوت الكلام. لو انت هتشتغل على شاشات هتتشاف من بعيد بالبوردز مثلا في الشارع او بروجيكتور مثلا لحاجه او حاجه في ايفنت، لازم تاخد بالك ان العناصر اللي هتطلع في الفيديو بتاعك تكون حجمها كبير واضحه من بعيد، مش محتاج ان انا اقرب، مش محتاج ان انا البس نظاره واجيب عدسه مكبره عشان اشوف الحاجات اللي موجوده في الشاشه. لو انا هعرض سينما فلازم السينما دي الستوري تيلينج بيبقى ابطأ، تجربة المشاهد بتبقى أبطأ لأن هو المشاهد بيبقى قاعد فاضي للسينما، هو قاعد مفضي نفسه، قطع تذكرة دخل السينما عشان خاطر يشوف الحاجة اللي على الشاشة دي، فلازم تغذيله الحاجة دي ببطء وهدوء وتعيشه جوه الستوري تيلينج أو القصة بتاعتك اللي هي في الفيلم. فعشان كده الحاجات دي بتختلف عن بعض، لازم انت كمونتير او مخرج او فيلم ميكر او فيديو اديتور او فيديوجرافر او سينماتوجرافر ايا يكن تبقى عارف انت البروجكت اللي بتعمله ده هيتعرض على ايه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب واكتب لي كومنتس ايه اكتر حاجه انت بتعرض عليها فيديوهاتك او بتشتغل عليها اكتر وسيط بتنفذ عليه البروجكتس بتاعتك سواء سوشيال ميديا او سينما او تلفزيون او اي حاجه تانية. وبرضه اكتبوا لي لو في حاجات معينه عايزين نتكلم عليها ليها علاقه بالمواضيع بتاعتنا. شكرا، استناكم الفيديو الجاي، باي باي.